عمل محور الممانعة والمقاومة اللي تفضلت به يذكرنا بلعبة من لعب الأطفال لما كنا صغار يدقون الجرس وينهزمون. بنفس المبدأ، يضرب محيط السفارة أو قاعدة عسكرية وينهزم. لكن كم عملية سجلت خسائر عند الجانب الأمريكي مثلا؟ النتيجة صفر. كم جندي قتل؟ النتيجة صفر. بالميزان العسكري كل هالعمليات هذه يساوي صفر. كلها عمليات وهمية غير حقيقية، الغرض من عندها استفزاز أمريكا وإثبات وجود إيران داخل العراق، وما اهتم لها كثيرا الجانب الأمريكي طالما لا توجد خسائر. وخليني أنطيك أقوى عملية وهمية لمحور المقاومة في العراق والممانعة في العراق. في كانون الأول بسنة 2007 أعلنت القوات الأمريكية اختفاء مواطن أمريكي في العراق اسمه عيسى. ظهر في فيديو مسجل يحمل عنوان المقاومة الإسلامية تحتجز ضابط أمريكي. هاي العملية تبين لاحقا أنه هذا الشخص يمتلك الجنسية الأمريكية لكن عايش في العراق ويعمل خبير تغذية ورجيم. اتفقوا معه على أنه يظهر على شكل رهينة ووافق، ولم يكن ضابط ولم يختطف ولم يكن بعملية أمنية عسكرية للمقاومة والممانعة أبدا. الرجل الآن في هذه اللحظات فاتح عيادة في بغداد ويعمل ويظهر على القنوات الحكومية العراقية كخبير تغذية وليس ضابط. تخيل، هذه أقوى عمليات المقاومة الإسلامية في العراق.